يلا حيها مساكم الله بالخير، واللي يشوف سنابات هذه صباح الخير. والله ما ندري كيف نصور ولا ندري كيف نبدأ ونشتغل، والله من زمان كل ما نقص اليوم نقطع قدام أسبوعين. على العموم عندي هذا كي 5 حقت واحد من الشباب، والله هي معدومة. شوف الكفرات كيف محمرة والجنوط من داخل والبطانات. نعطي غسيل خفيف. ان شاء الله يبارك له يا رب ويعطيه خير ويكفيه شر. انا قمت اكلج ان شاء الله، عاد والله ما يذيك الوسخ، بس نغسل. شوف حالة البطانات كيف ما هي مرة، بس يبغاله خاصة الكفر. شوف كيف محمر مرة. الجنوط، الفرشة الخاصة والمنظف العام. خلي لكم الكفر ايه. والبطانات الحين تفريق صح، تشوفون شيء ما قد صار. أهم شيء المنظف العام. أوريكم هذا المنتج المجرم، هذا مجرم. تبغاه للداخلية، للماكينة، للبطن، للكفرات، الجنوط، سواء كروم حديد ما في مشكلة. البطانات، المقصة، كل شيء داخلية، سواء مراتب جلد، مراتب قماش، فرشة الأرضية، الدواسات وانتم كرامة، الديكورات، القشرة، كل شيء كل شيء. طبعا هذا خاص بالبطانات. طبعا من زمان استخدمه انا. ليش ما اخذ هذا الشيء؟ عشان لو دخلت يدي داخل ما تتجرح وانا اجي افرك. هذا البروش خاص بالكفرات مع المنظف العام، يرجع لك الكفر مو كاله الا اللي بعده، سواء عليه حمار، سواء عليه ملمعات قديمة، كل شيء كل شيء. طبعا هذا بروش بعد مخليه للبطانات اللي مرة قاسي على قولتهم، يبغى شيء قوي، فهذا مو هو مرة بس كويس. الأفضل أنا أفرق فيه البطانات هذا بعد الاسفنج. طبعا هذا الفرش اللي يجي 3 حبات طقم. طبعا أنا ماخذ هذه تنظيف الجنوط، شو اسمه الربلات والأشياء اللي زي كذا، العلامات. هذه الفرشة خاصة بالجنوط، عاد ما يحتاج تحصلون كل الأدوات هذه متجر سبيشال كار. حتى المنظف، مرش الرقوة، كل شيء كل شيء. أوريكم المنتج هذا البطل، شوف كيف. طبعا هذا تحصلونه بالمتجر، حاط الشامبو حق سبيشال كار، حلو، فوم جن متنقل. عندك البدي فيه تراب، ما عندك ماكينة ولا فوم. شوف كيف، شوف الرغوة كيف. أفضل ما فيه هذا الشيء، شوف ينسم، عشان لو جيت تفك الشيء هذا ما يطلع عليك الصابون، بس تسوي زي كذا خلاص نسم، تفك على الراحة. بعض المرشات وانت تفك يطلع معك الصابون، ليه؟ لأن ما في هذه الميزة. خلاص بس تضغطه من هنا بعد ما أعطيناه خلاص. شوف طبعا الصابون أنا ماني مكثر. الحين نروش المنظف العام. واضح من زمان ما غسلت. بعد ما رشينا المنظف العام عندك هذا البروش، خلاص شوفنا الوسخ، لا يغرك الكفر وسخ. لا يغرك قبل شوي نظيف الكفر، بس شوف الحين بعد
شوفوا الوساخة، انتم كرامة. أعوذ بالله. فيها وبس. والله التصوير لكم عليه. حستكم يحوس. هذه الفرشة خاصة بالجنوط. طبعا الجنوط تكون نظيفة بس من داخل شكلها وسخ، فيعطيك منظر تحس انك ما انت منظف صح. طيب هذه الفرشة والمنظف العام بإذن الله كل شيء مضبوط. شوف اصلا الوسخ، شوفون شوف الوسخ كيف، شوفون الوسخ كيف. رعاية المنظف العام، تفريق، شوفوا ما شاء الله. أنا بوريكم حالة الكاميرات كيف، والجنوط والبطانات شوفوا كيف. طبعا طفى الفلاش عشان حرارة وعيله يشتغل. شوفوا كيف، شوفوا البطانات. طبعا فيهن وسخ بس مو هو مرة. الكفر لين ارش المنظف وهرك اوريكم كيف الوساخة. إذا شفت بطانة ينزل منه موية عادي كذا اعرف انه نظفت، بس يبغالك تفريك على الخفيف مو هو مرة بعد. إذا شفت فيها نفس قبل شوي وسخ كمل بالموية لين ينزل كل الوساخ ويصير نفس كذا. بعد ما رشينا منظف والصابون جاوب في التفريك الحين. شوف وسخ كيف.
والله التصوير بدون فلاش ماشي. مشكلة تبرد شوية. الجنوط من الداخل أهم شيء. إلى متى يا شركة سناب؟ أبو سنابات معلقة ما نزلت. كيف بدأ يتفكك الوسخ. شوفوا تعالكم بعد ما خلصنا الكفرات والجنوط، البدي فيه شوية تراب، فبعطيه صابون، بعدين رش موية، بعدين صابون اللي هو حق التفريق، بعدين نزله بالموية، بعد يجي وقت التمسيح. أوريكم حالة البدي كيف تشوفون فيه تراب. طبعا الوجهية فيها شوي، بعد شوي نفرك بالفرشة كل شيء يطلع 100% إن شاء الله.
والربلات اللي هنا تشوفون فيها شوي تراب والقزاز. الرغوة ما شاء الله تبارك الله. بعد ما خلينا الشامبو دقيقتين إلى 3 دقائق يفكك الأوساخ والترسبات والتراب، كل شيء ينزل. الحين بالموية. الحين جاء وقت الفرك. أول شيء نبدأ من فوق، بعدين على الجوانب والأماكن هذه. خلى آخر شيء دائما هي تكون جمع تراب، فأنت تاخذ هنا تحط هنا، فالبدي يتمخش عليك، فخلى آخر شيء. الحين يجي واحد يبي يتفلسف يقول أنت أنا اللي مدقق ويبي يحافظ على بدء الموتر ويسوي الطريقة هذه. أما موترك مخش خلاص ما عاد تفرق معك. تصير أي واحد لو تبي ينصحك تقول لا أنت الخطأ وأنا الصح. فأنا أقصد اللي تو مركب نانو ومحافظ ملمع موتر جديد، فأنصحك بالطريقة هذه، وأنت حر عاد تبي تسوي أي طريقة، بس أنا أنصحك باللي كذا أنك تحافظ على البدي على طول. شوف الحين أوريكم مثلا تجي تفرك هنا، شوف هذه الوساخة، فأنت تاخذها هنا على طول تفرك. فوش يصير؟ هذه يكون فيها حصى خفيف أو تراب تشوفون، فهذا هو الشيء اللي مخش لك البدي. حاول قد ما تقدر أنك ما تفرك بشكل دائري، يا طول يا عرض. بعضهم يقول أنت تفلسف، وهذا الشيء ما يضر. أوريكم من هنا تحت الصدة تشوفون نفس الطريقة، دائما تكون هذا الشيء تحت متجمع، فأنت تاخذه على البدي تمخش. الأشياء هذه ما تنظف إلا بالفرشة. شوفون التفاصيل اللي هنا، ترى تطلع جمالية السيارة مرة، خاصة وجهية. هذه التفاصيل ما تلحق بالاسفنج، فيبغى لك فرشة وتدقق وتروق. في ربل هنا تشوفون،
شاء الله خلصنا واكس. طبعا استخدام الواكس جدا سهل، بس ترش، اهم شي تكون القطعة ناشفة من الموية ونظيفة البدي، تمسح بس. طبعا فايدة الواكس يصفي لك البدي ويعطيك شوي انعكاس وينعم لك البدي بعد، بس مو هو مرة. شوف كيف ما شاء الله صافي، ما في اثار تمسيح ولا شيء.